نريد نبين المعضلة اللي وقعنا بيها الآن. مشكلة، احنا جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا، بين قوسين إخوانشية أمريكا، يعني احنا بمعضلة بصراحة ما بين إذا صارت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. احنا باعتبارنا إخوانشية أتباع سيد قطب والبنتي حسن راح نقع بمعضلة، نوالي من؟ هاي المشكلة، المن راح نوالي؟ إذا والينا إلى إيران راح يلزمونا الأمريكان هيابه ويخلونا بالقلوغ، يقولون لنا انتم خونة، كانتوا بويا ما تعرفون احنا خونة، احنا طول عمرنا خونة، زين يحطونا بالقلوغ يقولوا انتم خنتونا يابا، صرتوا ويا الايرانيين فعليه راح تخسرون الفود ستامب والميديكير وكل الامتيازات اللي حصلتوها هنا بامريكا، واذا صرنا ويا الامريكان يبا خرجنا عن ملة الاسلام راح نكون خارج الملة، يعني هذا مو هذا دين لو مو دين، راح نكون خارج الملة وعندنا الجنسية الامريكية. معضلة بصراحة. هم اتباع التشيع، لا اتباع التشيع بصراحة يختلفون عنه. اتباع التشيع هم يمشون على فتوى السيستاني، اكفر حتى يصدقك المقابل بانك كاف، ادخل اشتغل وياهم وانقل لنا اخبارهم، حتى لو متت عندهم انت راح تموت شهيد لانك تقوم بعملية تجسسية للجمهورية الاسلامية في ايران، زي يابا. اما احنا جماعة الاخوان المسلمين احنا يوميا بصفحة ندور مصالح، فاحنا هسه واقعين بمشكلة. اذا هاجمت الولايات المتحدة ايران شلون نقول لنا؟ احنا نريد يا ريت لو يتصل بينا الشيخ وجدي غنيم باعتبارك انت امريكي وعندك الجنسية الامريكية، وتعرف احنا في منهج الاخوان المسلمين عندنا الغاية الغاية تبرر الوسيلة، فافتونا مأجورين ويا من نوقف ويا الكفار الامريكان لو نوقف ويا دولة ايران الاسلامية؟ فهمونا شلون يابا. يا ريت لو واحد يتصل علينا من جماعة الشيخ وجدي غنيم، من جماعة البنتي حسن، ويقول لنا احنا ما بين امرين الان، لو نخسر امتيازاتنا في امريكا لو شلون، يعني فهمونا، نخسر الفود ستامب ونخسر البزنس واولادنا دا يروحوا للمدارس ببلاش هنا بامريكيه، بس دول كفار، فهمونا شلون. ويا من نوقف ويا الامريكان الكفار، لو نوقف ويا الايرانيين المسلمين وان كفروا الصحابه.